شفت قبل كده البلي بيتصنع ازاي؟ تعال تشوف بقى علشان هتستغرب جدا جدا جدا. ده الازاز المكسور اللي هما بيلموه. طبعا الكلام ده كله بيتصنع في الهند. اتفرج بقى، بيلموا الازاز ده بكمية رهيبة جدا، وبعد ما بيلموه بيودوه في حتة تانية، بيبقى شبه النار كده، بيبقى سايح. اتفرج، هنا طبعا بيتجمع الازاز المبشور كله، وبيفضلوا يعبوه في المكان ده بالشكل ده، وبعد كده بيتحط جوه الفرن الغريب ده. بالكميات طبعا رهيبة جدا. مرحلة مرحلة هتستغرب البلياية اللي انت بتلعب بيها دي بتتعمل ازاي. بيتحط جوه الفرن ده وبيقوم قافل عليه، وبيتحط معاه المادة دي، وبيطلع البلي بشكل غريب جدا. عمرك ما كنت هتقدر تتوقعه بيطلع ازاي ولا بيتصنع ازاي. وبيدخل بقى المرحلة التانية اللي هي دي، وبينزل بقى ايه على الاستندات اللي هو بينزل عليها دي، وبيفضلوا هم كلهم بيلفوا في بعض علشان البداية تطلع مظبوطة 100%. وبص، مفيش حاجة نازلة غلط، كله بالترتيب. اتفرج، هتستغرب جدا زي ما انا كمان استغربت. بص البلي ينزل عامل ازاي. يعني ولا اللي انا قلت لك في البداية ده بلي، انت عمرك ما كنت هتتخيل ان ده بلي. بس اتفرج في التقفيل بتاعه في الاخر ايه اللي هيحصل. طبعا هنا بيكب المية علشان يجمد شوية، وبعد ما يطلع من المكان ده بيدخل على مكان تاني خالص. غريب صح؟ اتفرج، بص ادي المرحلة التانية، وبيفضل يجري بقى. رايح فين؟ رايح السلة بتاعته بيجمعوه. اتفرج كده، حلو قوي موضوع البيلي ده. انا اول مرة في حياتي اشوف تصنيع البيلي. طول عمري وانا صغير كنت بلعب بيلي عادي، واظن ان في ناس كتير كانت بتلعب بيلي برضه لحالاتنا كده ولا ايه. المهم، خلينا بس نتفرج وتشوف بقى البيلي ده هيروح فين بعد ما يخلص. طبعا بيتعبى في الجراكن ديا او في الحاجات ديا زي ما انت شايف بكميات رهيبة. بيجي بعد كده دي خلاص بتتعبى، بيقوم واخدها بقى وشايلها وموديها في حتة تانية، برميل كبير جدا. اتفرج، اه مصنع ضخم على فكرة. المصنع ده مش مصنع قليل. اتفرج، يقوم شايل ده يحط مكانه الفاضي، ويحط ده هنا. اهو اتفرج، غريب. انا اول مرة بأمانة اتفرج عليه. بس خلينا نشوف بس ازاي بيطلع في الاخر شكله كده ابيض وجميل. لان اللي انت هتشوفه هو دلوقتي اهو بيجمعوه. حلو اوي. بص بقى، اهو ده اللي في الاخر بيطلع ملون. دي بقى اللون اللي هو حاطه عليها، فاكرين؟ اتفرج، بيتكيس. في زمان الكيس ده كان بيتباع بربع جنيه باين ولا بنص جنيه، انا مش عارف دلوقتي تمنه كام.